أهلا بيكم. النهاردة هنتكلم عن حاجة بنشوفها كل يوم كل لحظة وبنستخدمها من غير ما نفكر فيها أبدا. الضوء، الشيء اللي بيخلينا نشوف العالم كله. بس صدقوني، قصته أعمق وأغرب بكتير من اللي ممكن نتخيله. طيب خلونا نبدأ بسؤال ممكن يبان بسيط قوي. يا ترى العين بتقرأ الكلام اللي بيظهر ده إزاي؟ الإجابة على السؤال ده بالذات هي بداية رحلتنا. الموضوع مش مجرد إننا بنفتح عينينا وخلاص، لا، دي عملية معقدة جدا وبتحصل أسرع من رمشة العين. طيب عشان نفهم إيه اللي بيحصل بالظبط في اللحظة اللي بنشوف فيها أي حاجة، الموضوع كله عبارة عن رحلة سريعة جدا بتحصل في أقل من لمح البصر. خلونا نمشي معاها خطوة خطوة. الحكاية كلها نقدر نقول متقسمة على 3 محطات. أول حاجة لازم يبقى فيه مصدر للنور، شمس، لمبة، أي حاجة. النور ده بينزل على الجسم اللي بنبص عليه. تاني محطة، الجسم ده بيعكس النور، وجزء من النور المنعكس ده بيدخل جوه عينينا. والمحطة التالتة والأهم بقى، المخ. المخ هو اللي بياخد الإشارات دي من العين ويترجمها للصورة اللي بنفهمها. يعني في الحقيقة الرؤية الحقيقية بتحصل في المخ مش بس في العين. تمام قوي. بس في سؤال مهم، لو مصدر النور واحد زي الشمس مثلا، ازاي بنشوف ألوان مختلفة؟ يعني ليه دي تفاحة حمراء ودي ورقة شجر خضراء؟ السر كله مش في عينينا، السر في اللي بيحصل لشعاع النور نفسه لما بيخبط في الحاجات دي. بصوا، الفكرة ببساطة إن اللون اللي بنشوفه هو اللون اللي الجسم ده ما بيحبوش، فبيرجعه تاني، بيعكسه. يعني لما نور الشمس الأبيض اللي هو أصلاً كوكتيل من كل الألوان بينزل على تفاحة حمراء، التفاحة بتمتص كل ألوان الكوكتيل ده إلا اللون الأحمر، بترفضه وتعكسه. فاللون الأحمر المنعكس ده هو اللي بيوصل لعيوننا فنشوفها حمراء. الجسم الأسود طماع، بيمتص كل الألوان، والأبيض كريم، بيعكس كل الألوان. كده فهمنا ازاي بنشوف. طب بالنسبة للسرعة اللي بنشوف بيه، كلنا عارفين ان النور سريع، بس يا ترى سريع قد ايه؟ خلونا نتكلم عن أسرع حاجة في الكون كله، السرعة اللي مفيش أي حاجة تانية مهما كانت تقدر حتى تنفذها. الرقم هو 300 ألف كيلومتر. وده مش في الساعة ولا في الدقيقة، لا، في الثانية الواحدة. متخيلين؟ عشان بس نستوعب ضخامة الرقم ده، شعاع نور يقدر يلف حوالين كوكب الأرض كله أكتر من 7 مرات في ثانية واحدة بس. دي هي السرعة القصوى للكون. ولو الرقم لسه مش واضح، خلونا نحط الموضوع في السياق. الضوء بيسافر من الشمس لحد ما يوصل للأرض، مسافة حوالي 150 مليون كيلومتر. الرحلة دي بتاخد منه قد إيه؟ 8 دقايق بس. تخيلوا بقى لو أسرع طيارة في العالم قررت تلف حوالين الأرض، مش تروح للشمس، مجرد لف حوالين الأرض، هتاخد 45 ساعة. الفرق بصراحة مش طبيعي. ودلوقتي نيجي لأكتر جزء بحبه، شوية حقائق ومعلومات غريبة عن الضوء، معلومات فعلا هتخلينا نبصله بطريقة مختلفة تماما. كل شعاع نور شايفينه ده عبارة عن إيه؟ هو سيل من مليارات ومليارات من حاجة صغيرة جدا اسمها فوتونات. الفوتون ده هو أصغر حتة من الضوء، كأنه الطوبة اللي بتبني النور. بس الغريب قوي قوي فيه إيه بقى؟ إنه عنده طاقة، بيقدر يحرك حاجات، لكن كتلته صفر، ملوش وزن. ودي من الحاجات العجيبة جدا في عالم فيزياء الكم. وده بقى بيوصلنا لواحد من أكتر الأسئلة اللي حيرت العلماء في التاريخ. هو الضوء ده إيه بالظبط؟ هل هو موجة زي موجات البحر كده، ولا هو جسيمات صغيرة زي حبيبات الرمل؟ والإجابة الصادمة إنه الاتنين. أيوة، الضوء عنده شخصية مزدوجة، ساعات يتصرف كموجة وساعات تانية يتصرف كجسيم. والموضوع كله بيعتمد على إحنا بنراقبه إزاي. دي ظاهرة من أغرب ظواهر ميكانيكا الكم اللي لحد النهاردة لسه بتدهش العلماء. طيب، كل ده يوصلنا لأهم وأعمق فكرة في شرحنا النهاردة، فكرة هتربط سرعة الضوء دي بفهمنا للواقع وللزمن نفسه. بما إن سرعة الضوء على قد ما هي خرافية، إلا إنها في النهاية ليها حدود، مش سرعة لا نهائية. ده معناه حاجة واحدة بس، إن كل حاجة بنشوفها حوالينا، أي حاجة، هي صورة من الماضي. إحنا عايشين بنشوف ماضي الكون لحظة بلحظة. والأمثلة دي هتوضح الفكرة بشكل لا يسبق. لما بنبص للشمس، إحنا مش بنشوفها دلوقتي، إحنا بنشوف شكلها من 8 دقايق. يعني لو الشمس انفجرت لا قدر الله، هنفضل عايشين في أمان لمدة 8 دقايق كاملة من غير ما نعرف. طب أقرب نجم لينا بنشوفه زي ما كان من أكتر من 4 سنين. طب وأقرب مجرة لينا، مجرة أندروميدا، الصورة اللي بتوصلنا دي عمرها 2.5 مليون سنة. ده معناه إن في نجوم بنشوفها بتلمع في السماء دلوقتي ممكن تكون أصلاً انفجرت واختفت من آلاف السنين، وإحنا لسه بنشوف ضوءها القديم وهو مسافر في الفضاء. وده بيوصلنا للجملة الأخيرة،
لما بنبص للنجوم إحنا مش بس بنبص للفضاء، إحنا بنبص للزمن. كل نجمة في السماء هي آلة زمن طبيعية بتورينا صورة من ماضي الكون السحيق. فيا ترى المرة الجاية لما نبص للسماء هنشوفها بنفس الطريقة؟